طبعا نخرج من قطعة محمد عصام 13 بشاير 6 لقطعة مين؟ ل 12 و14 بشاير 6 ابو زياد اسعد. يا حاج اسعد محمد احمد. حاج اسعد، احنا واقفين في قطعتك علشان نشكرك ونقول لك ثقتك ان شاء الله في محلها اليوم الدين، وعشان اقول لك انت قاعد بره مصر بتكافح واحنا قاعدين جوه مصر بنستثمر لك زي الكتاب ما بيقول. انا النهارده بهدي حضرتك 10 فدان، 10 فدان اللي حضرتك اتعاقدت عليهم وكنت قلقان، وانا كنت بقول لك خلي ثقتك في ربنا اكتر ما ثقتك في محمد جمال وادارته وشركته وبشاير سيوه. دول 5 فدان زرعناهم في قطعه 14 بشاير 6، والملاصقين ليهم قطعه 5 فدان هنزرعهم خلال 3 سنين من فسايل ال5 فدان دول. القطعه دي من القطاعات العاليه المستوى، مرتفعه شويه عن القطاعات الاخرى، ودي بتديها ميزه ان هي تقدر تبص من القطعه ديت على كل القطاعات والمشروع اللي حواليك، ونسبه الاستواء فيها تقريبا داخل في 95%. بسم الله ما شاء الله. تعالى معايا كده، دي فسايل محترمه فيها ضمير. لو جيت هتبسط تلاقي كل الفسايل دي طبعا مزروعه بقى لها تقريبا اسبوع تقريبا. هتلاقي الري بيمشي في مواعيده بشكل منتظم. طبعا احنا دلوقتي الساعه 8:30 الصبح يوم 23 اغسطس 26، النهارده الحد. ده منظر عام للقطعه، ممكن تيجي معايا بعد اذنك. ده منظر عام للقطعه. احنا طبعا القطعه ديت ملاصقه لزراعات مجدول شركه اطلس ونخلاتي وبلميرا، الشركات المحترمه في السوق. بسم الله ما شاء الله. هات له منظر عام للقطعه. ال10 فدان دول جوه منظومه بشاير سيوه، جوه منظومه قطاع بشاير 6 اللي هو قطاع باداره منفصله ومستقله عن باقي الادارات الاخرى، بحيث يبقى وحده مستقله بذاتها، كل اداره في قطاع بتنافس القطاع الاخر. تمام؟ له بير وطاقه شمسيه حضرتك ملاصق فيهم، قطعه 14 و12 من القطعه ملاصقه للبير مباشره. بنقول لك شكرا على ثقتك، مدينك بنيه تحتيه، بنيه تحتيه بمفهوم الاستدامه. يعني ايه مفهوم الاستدامه؟ يعني انا بعمل شبكات مش عشان اصلحها، عشان اسيبها وافضى تركيزي وتركيز كل المشرفين والمهندسين والعمال على خدمه النخله ورعايتها. هنبدا ان شاء الله الاسبوع ده نعمل اعمال التسميد، لان طبعا معروف ان التربه الرمليه تربه فقيره شويه في عناصرها، ودي ميزه ان انا بشكلها وبشكل المحيط بتاع كل نخله على مزاجي انا ومزاج المهندسين بتوعنا. بسم الله ما شاء الله. الري بشكل منتظم، نسبه الرطوبه في التربه بعد 12 او 13 ساعه ري امبارح ما تقلش عن 50%. بسم الله ما شاء الله. معنى كده ان في الري بيوصل بشكل منتظم للقطعه كلها بفضل رب العالمين. دي المحابس اللي بتتوسط اول قطعه مزروعه. تمام؟ عايز اقول لك اطمن ان شاء رب العالمين. ليه؟ لان احنا صاحيين والاداره صاحيه، وظيفتها خلال الفتره دي والفتره اللي جايه لحد الارض دي ما تنتج والى ما شاء الله انها تطلع افضل انتاج وافضل محصول من الارض دي. احنا بنعمر الصحراء وبنكافح زي ما احنا بنتعب وبنشقى لارض حضرتك. اتعب لنا شويه في الدعاء، افتكرنا بكلمه حلوه، افتكرنا بدعوه تعنا على المشقه اللي احنا فيها. ودي مشقه يعني مشقه مش متعبه، مشقه مريحه. يعني ايه مشقه مريحه؟ احنا بنعمل الهدف من خلق الخليقه، واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه. احنا عمارة الأرض دي مهمة أساسية من مهمتنا، ودي اللي بتخلينا مبسوطين بالشقة اللي احنا بنشقاه. دعواتك لينا ربنا يبارك لحضرتك في أرضك. إن شاء الله خلال أقل من 3 سنين نكون زرعنا لك ال5 فدان التانيين إن شاء الله. طبعا ممكن تجيب منظر عام للقطعة ومنظر عام للقطاعات المجاورة. جنب قطاع 6 بفضل رب العالمين اتزرع منه بنسبة 65% زراعة، جنبه 5 مزروع. كل العملاء تقريبا في بشاير 5 وبشاير 6 ربنا اكرمنا واعنا على ان احنا نسلمهم ارضهم قبل ميعادهم. يلا بينا نطلع من قطعه اسعد لقطعه الاستاذ ميشيل. وميشيل ده قصه وحكايه احنا حابينها، يلا نروح ننقلها.